طب خليني اقول لكم على شويه حاجات مهمه جدا انتوا بتستخدموا الاير فراير عشان ما تغلطوش وتبقى التجربه ممتازه. وفي الاغلب الاخطاء دي هي اللي بتخلينا نقول ان الاكل في الاير فراير مش حلو، ناشف، طعمه مش حلو، او الاير فراير مش عمليه معايا. اول حاجه، ما نحطش كميه كبيره في السله مره واحده. يعني لو مليت الاير فراير لاخرها الاكل مش هيستوي كويس ومش هياخد اللون الذهبي اللي بتحبه. حاولوا انتوا بتحطوا الاكل في الاير فراير احنا نوزع الاكل بشكل كويس عشان الهواء السخن يوصل لكل حته في السله المحطوطه في الاير فراير. باكد عليكم ان كل ما ملينا السله لغايه نهايتها ومليناها جامد جدا، كل ما جوده وطعم ونكهه وكل حاجه في الاكل اختلفت كتير. ما نكومش الاكل في الاير فراير. تاني حاجه، ما نحطش اكل ناشف خالص من غير دهون